السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم جيهان. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وأموركم هانية إن شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اقتراح ديال اليوم غادي يكون فرماج حمر، بما أنه رمضان قرب، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة والرزق باش ما كتمناو إن شاء الله. وكنحتاجوا بزاف فرماج حمر في بزاف ديال الوصفات، داكشي علاش قررت باش غادا نقترحوا عليكم بوصفة ناجحة 100% وكيجي لذيذ وزوين بزاف. وغادا نشارك معكم حتى الطريقه باش غادي تحتفظوا به لمده طويله وما يخسر لكم ما حتى شي حاجه. وغادا نشارك معكم وغادي تشوفوا حتى النتيجه ديالو في الوصفات كيفاش كيكون. بحال ديما الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليه لايك وتخليو لي تعليق وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال مشتركين، تفعلوا زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم جديد الوصفات، تبارطاجيو الفيديو القناه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده وتشجعوني على الاستمرار. هذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا اطره الحليب. انا هنايا عندي الحليب ديال البقر، ولا كان ما متوفرش عندكم الحليب ديال البقر غادي نستخدموا بالحليب يكون كامل الدسم، ما تخدموش بالحليب العادي راه ما غاديش يعطيكم نتيجه زوينه. جوج صفار ديال البيض، ربع كاس ديال الخل، اي خل عندكم خدموا به، معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده، معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، معلقه صغيره ديال الملحه، 6 القطع ديال الفرماج مثلثات عادي، اي ماركه عندكم ديال الفرماج مثلثات خدموا به. غادي ناخذ هنايا واحد الاناء يكون ما كيلصقش، انا خديت مقله ما كتلصقش من الاحسن. غادي ندير في هذاك الاطروت الحليب. غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش ضروري غادي تعرفوا علاش ضروري غادي نخدموا بالمقله تكون ما كتلصقش. صافي غادي ندير فيها الحليب. الا كانت عندكم بحال هكا المقله صغيره ما غاداش تهز لكم الاطروت الحليب كامل، يمكن لكم ديروا اناء تفيضوا فيه الحليب وديروا فيه هذه العمليه عاد من بعد تحاولوا في المقله اللي ما كتلصقش. صافي خديت الحليب درته فوق البوطه، غادا نتسنى عليه حتى يقرب يغلي، ما نخليوش حتى يفيض. صافي وزدت عليه هذاك ربع كاس ديال الحليب. ضروري هذه المرحله هذه ما تخليوش الحليب حتى يفيض، عاد تزيدوا الخل من الاحسن بهذه الطريقه هذه باش ينجح معكم 100%. صافي من بعد ما كنزيد هذاك ربع كاس ديال الخل كنخلي العافيه تكون مهيله وكنبقى نحرك بشويه حتى كيتعزل لينا الحليب بحال هكا على المصل ديالو كيتكتل كيف ما كتشوفوا. من بعد خليته حتى برد واحد شويه، غادا ناخذو وغادا نصفي منه هذاك الماء في واحد الاناء. غادا نفرغ الحليب كله، داك المصل غادي ينزل والحليب اللي تكتل غادي يبقى لينا في الصفايه الفوق. صافي غادا نخليه يتسقطر غير واحد شويه، ما نخليوش حتى ينشف بمره بحال اللي كنخدموا الجبن عادي. هذاك الفرماج الطبيعي هذا من الاحسن غادي نخليو فيه واحد شويه ديال الماء باش الفرماج الحمر يجينا ناجح 100% وما يجيناش ناشف. بغيناه يكون شويه طري كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. صافي غادا نخليه غير يتسقطر غير واحد شويه. صافي غادا نحيدو، ضروري خاصو يبقى لينا داك هاد الجبن اللي كيتعزل الفوق يبقى شويه فازك. صافي دابا انا في هاد المرحله هادي صافي غادا نحيدو، غادا نعاود نرجعو للمقله اللي قديتو فيها في الاول. نتوما الا خدمتو في شي كاسرونه ولا شي قاميله اللي عاديه حتى تصفي منه هاد المصل بهاد الطريقه هادي صافي وديروه في مقله تكون ما كتلصقش. انا فضلت باش غادا نخدم من الاول في المقله اللي ما كتلصقش. بالنسبه لهاد المصل ديال الحليب ما تلوحوش، اما تشربوه ولا تعجنوا به شي فطائر ولا شي حاجه راه صحي، من الاحسن ما تلوحوش. انا غادا نشارك معكم واحد القرص او الاقراش اللي كان سبق لي وجدتهم معكم بهذا المصل ديال الحليب. صافي من بعد غادا نزيد هذاك جوج صفار ديال البيض، غادا نزيد بيكربونات الصودا اللي ما متوفراش عندها البيكربونات ديال الصودا يمكن ليها تخدم بالخميره ديال الحلوى، دير معلقه صغيره. غادا نزيد ديك المعلقه كبيره عامره ديال الزبده، انا خدمت بالزبده ديال البواطه، نتوما الزبده اللي متوفره عندكم خدموا بها. غادا نزيد هذوك 6 القطع ديال الفرماج. صافي غادا ناخذو وغادا نخلطو مزيان حتى يندمج ليا مزيان الخليط البيض مع الفرماج. صافي بهذه الطريقه هذه. انا من بعد غادا نخدم بالطراب باش يتخلط ليا مزيان. انا هنا بغيت نشارك معكم المراحل كاملين باش ينجح معكم 100%، يكون الشرح واضح. انا هنايا ملي خلطته بحال هكا بلا بوطه عاد حطيته فوق البوطه على عافيه مهيله، ولكن بان ليا ما اندمجش ليا مزيان كيف ما قلت لكم. انا ما بغيتش نقطع. صافي من بعد خديته ورجعته بحال هكا الزلافه وخديته وطحنته مزيان. من الاحسن نتوما من الاول
خذوه وطحنوه باش ما تبقاوش معطلين معاه. هاد الطريقه هذه سريعه وباش حتى الفرماج يجيكم الملمس ديالو ناعم، حسن ما غادي تخلطوه في المقله. صافي من بعد ما طحنتو مزيان كيف ما كتشوفوا غادا عاد ناخذو غادا نرجعو المقله غادا نطيبو فيها. ها نتوما كيفاش كيولي. نتوما كيف ما قلت لكم اختصروا على راسكم هاد المراحل هادو. انا كان في ديما غادا نحيد هاد اللقطات هادو، ولكن من الاحسن خليتهم باش تستافدوا مزيان. صافي انا دابا عاد رجعته للمقله، عاد غادا نعاود نحطه فوق البوطه كيف ما كتشوفوا كيعطي نتيجه حسن الا طحناه. انا طحنته بالميكسور، نتوما يمكن لكم ديروا في الكاس ديال المولينيكس. صافي غادي نترجعوه فوق البوطه على عافيه مهيله وتبقاو تحركوه مزيان، ما تزقاوش عليه من التحراك. كيف ما كتعرفوا الا خليتو العافيه من جهته ولا غفلتو عليه من التحراك هذاك البيض راه غادي يتكتل لينا وغادي يوليو فيه واحد الكويرات مزوينين. صافي كنبقى نحرك مزيان وكنحاولوا كنجمعوا الجناب وكلشي في الوسط بهذه الطريقه هذه. كنبقاو كنطيبوه حتى كينشف. انا غنوريكم من بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي يكون وغادي نطفيو عليه. صافي ملي كيوصل لهاد المرحله هذه كيف ما كتشوفوا كيولي كيبان معلك وشاد فراسو. صافي كيولي بحال كتله وحده كامل، كيولي طالق الخيط. ها نتوما صافي في هاد المرحله هذه غادي نطفيو عليه البوطه. صافي من بعد غادي ناخذ بحال هكا واحد الاناء يكون القياس ديالو صغير اللي غادي يهز لينا هذيك الكميه اللي عندنا باش يجينا الشكل ديال الفرماج من بعد زوين. انا فرجت فيها داك الورق ديال عفوا هذا البلاستيك الغذائي وغادا نفرغ فيه الخليط. المهم راه كيعطينا كميه مزيانه، تقريبا راه جايه لنص كيلو. كيف ما كتشوفوا راه كيكون شويه ثقيل ما كيكونش خفيف. داكشي علاش كيبان بحال هكا ما كيبانش كتير بزاف. راه عطاني كميه مزيانه مقارنه مع اللي كيتباع راه كيطلع اقتصادي بزاف. صافي غادا نحاول باش غادا نقادو مزيان في هذا الاناء هذا باش يعطينا الشكل ديال الفرماج اللي كنشريو من المحلات. غادا نضغط عليه مزيان وغادا نغطي عليه البواطه. ضروري هاد المرحله هذه تقادوه مزيان. صافي غادا نغطي عليه وغادا نخليه. صافي انا هنا خليته ليله كامله تقريبا 6 ولا 7 السوايع حتى برد وشد فراسو مزيان. ها نتوما انا غادا نقطعو معكم باش تشوفوه كيفاش كيجي. ها نتوما الملمس ديالو كيفاش كيجي ناعم وزوين، كيجي بحال اللي كنشريوه تماما. نقطعو معكم باش نوريه لكم كيفاش داير وتشوفوا النتيجه بحال كتكون واضحه. ها نتوما كيفاش كيجي وحتى الوقت اللي كنحكوه راه ما كيلصقش لينا ما كيتعلق ما حتى شي حاجه. ها نتوما كيجي تماما بحال اللي كيتباع، ما تفرقوش بينه وبين اللي كيتباع وهذا اقتصادي اكثر. ها نتوما شوفوا انا كنحكو ما كيلصق في الحكاكه ما حتى شي حاجه. كيخرج دوك الخواطات ديالو زوينين ومقادين. ها نتوما ما كيتعجنش بمره. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ غادا ناخذو وغادا نقطعو بحال هكا طريفات. هانتوما كيفاش كيجي في الصراحه زوين. بغيتكم تجربوه على حسابي، انا متاكده غادي يعجبكم وغادي يولي معتمد عندكم. صافي انا خديت هنايا واحد البلاطو فرشت فيه واحد البلاستيكه وغادا ناخذو وغادا نحكو كامل في الحكاكه في هذيك الجهه الغليظه بهذه الطريقه هذه. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الصراحه راه نتيجه زوينه بزاف وناجح 100%. هانتوما كيفاش كيجي. صافي من بعد ما كملتو كامل في الحكان حاولت نسرحو بحال هكا بواحد الفرشيطه باش ما يخسرش ليه الشكل ديالو. سرحته مزيان وغادا نعاود نغطيه ببلاستيكه وحده اخرى من الفوق وغادا ندخل المجمد وغادا نخليه حتى يجمد تقريبا بين ساعه حتى لساعتين على حسب المجمد ديالكم. هانتوما دابا هنايا خليته تقريبا ساعه ونص. من بعد ما جمد مزيان هانتوما كيفاش كيعود. غادا ناخذو وغادا نحتفظ بيه في واحد الاناء في واحد السوبيره. صافي تكون هاد البلاستيك ديالها يكون غذائي ما يكونش شي بلاستيك اللي مزوينش. هانتوما كيفاش كيعود راه كيجمد وكيبقى بحال هكا مفرق على بعضياته ما كيتلاصق ما حتى شي حاجه. هانتوما صافي كنحتفظوا به في البواطه كنديروه في المجمد الوقت اللي بغيناه كنجبدوه كناخذوا منه شويه كنخدموا به.
صافي. وكنعاودو نرجعو حتى كيتسالى لينا بهاد الطريقه هذه. كنكونوا وجدنا فرماج منزلي اقتصادي احسن من اللي كيتباع. ها نتوما شوفوا، انا من بعد ها نتوما دابا غادي تشوفوا واحد الاكله كنت قاديتها في النهار نيت كيفاش قاديت فيها هاد الفرماج باش نجربوا معاكم تشوفوا النتيجه كيفاش كيكون. انا درتو من الفوق وغادا ندخل هاد الاكله هذه للفران باش تشوفوه، حيت بعض الاخوات ضروري غادي يسولوا واش كيذوب ولا لا، باش تشوفوه قدام عينيكم، تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. صافي انا هنايا دخلته للفران، هانتوما النتيجه كيفاش دايره، راه كيذوب الصراحه وكيجي زوين بزاف. والمذاق ما نعاودش لكم كيفاش كيجي لذيذ. هانتوما بغيتكم في الصراحه تجربوه على حسابي، انا متاكده غادي يعجبكم وغادي يولي معتمد عندكم. الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليه لايك وتخليو ليه تعليق. شكرا لكم بزاف على الدعم والمشاهده، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.